يرجى من السادة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم. دي كانت بداية 2020. الدنيا كلها وقفت، المطارات مقفولة والمصانع وقفت شغل، وموظفين قاعدين في البيوت خايفين من بكرة. الدنيا كلها كانت بتدور على طوق النجاة في وسط العاصفة ديت. الكل كان مستني انهيار اقتصادي عالمي، ولكن الغريب في وسط الفوضى ديت إن العقارات في مصر كتبت قصة تانية خالص. لما كورونا ضربت العالم الكل توقع السيناريو الأسوأ، توقعنا إن سوق العقارات ينهار والأسعار تقع والشقق تفضل فاضية بالشهور، لكن اللي حصل كان غير كده خالص. في أول شهور الكورونا الفلوس اللي كانت موجودة في البنوك ابتدت تتحرك، الناس كانت خايفة تسيب فلوسها في البنك لا ياكلها التضخم، خصوصاً إن الدولار وصل لأكتر من 15 جنيه وكان فيه رعب إنه يزيد أكتر. فبقى العقار هو الحل الوحيد، اشتري شقة، اشتري محل، اشتري قطعة أرض، المهم تحافظ على فلوسك. والحكومة من ناحيتها كانت بتساهم بقوة من خلال المشروعات الجديدة في كل حتة. العاصمة الإدارية كانت شغالة 24 ساعة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة. وسط ده كله أسعار العقارات ما وقعتش، بالعكس ده من 2020 ل 2022 زادت العقارات في منطقة القاهرة الجديدة والشيخ زايد بنسبة 20 ل 30%. مش بس كده، ده الطلب على الإسكان الفاخر زاد بنسبة كبيرة، والمشاريع بتتسلم في مواعيد قياسية رغم إن العالم كله واقف. بيوت جديدة بتتبني وأراضي بتتباع في المزاد، ومشاريع سكنية بتتحجز بالكامل قبل الطوبة ما تتحط على الطوبة. العقار بقى أكتر من استثمار، بقت وسيلة للناس تحس بيها بالأمان. ورغم إن البطالة كانت بتنفجر في العالم، مصر حافظت على مستويات تشغيل محترمة، وده بفضل المشروعات العقارية. في النهاية وانت بتسمع القصة دي وكل الحكايات اللي فاتت، اسأل نفسك، هل العقار هو حصن الأمان ولا احنا بنجري ورا وهم كبير هيبان مع الزمن؟ استني رأيك واستناني الفيديو اللي جاي.